اللعيب ده كان بيستلم الكورة الجمهور كله يسكت ويتحول صوته لدعاء. بدأ من فريق صغير في الدوري المصري، بس لما انضم للأهلي تاريخ اتكتب من جديد. خد مع ناديه أكتر من 7 الدوري المصري، 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا، وسجل في نهائيات كتير قوي، وكان دايما البطل الهادي. ومع المنتخب كأس أفريقيا مرتين، وكان سبب رئيسي في الفوز. واللي يوجعك بجد إنه رفض عروض احتراف بملايين، بس فضل حب الجماهير على الفلوس. ده غير إنه سجل هدف لأهل غزة مخصوص من غير ما ينطق، بس خلى العالم كله يتكلم عنه. تفتكروا مين هو؟ سيبوا اسمه في الكومنتات، ولو بتحبوا قولنا أجمل لحظة فاكرها له.